السلام عليكم. عدنا من جديد مع العائلة الفلسطينية اللي عايشة في المغرب. الأب الفلسطيني صادفته واحد القناة إلكترونية مغربية سميتها الحدث. والابن ديال هذا المسن الفلسطيني حتى هو خرج ودار فيديو. كانت المغاربة كلهم يعني كنا كنتسناو الفيديو ديال ما بعد العاصفة، يعني حقاش هما من اللي داروا هذوك الفيديوهات ديال بنته ملي خرجات سبات وقلت الادب وقلت الترابي وما بقاتش بانت من وراها، والاب حتى هو ملي خرج وسب المغاربه بالحشرات وبالمتشردين وبالفقراء. ملي قال المغربي سير انت دير كونيكسيو ب5 دراهم وجاي كتفرق ليا راسي انا، سير شوف قابل الفضيحات اللي عندك وسير جمع الشوهات اللي عندك. المهم سبنا، يعني راه تكلمنا في جوج فيديوهات يمكن تكلمتش فيهم على هاد المسترزق الفلسطيني اللي عايش في المغرب. ما علينا. نبداو حنايا بالاب براس الحربه. داز في قناه الحدث. اللي عصبني واللي استفزني اكثر من غير الكلام ديال هذا الفلسطيني، ديال الصحفي او الاعلامي اللي كيسول فيه. يعني انت اعلامي وانت صحفي خاصك تسول بلسان الغائب، وخاصك تدافع على الغائب اللي هما حنا المغاربه. بما انك انت يا الصحفي يا الاعلامي يا اللي انت مغربي، خاصك تتكلم بلساننا حنا المغاربه كاملين 40 مليون مغربي. خاصك تكون انت اللسان ديالنا. كيسولوا واحد اسئله تافهه: شنو العلاقه ديالك مع المغاربه؟ كيفاش جيتي دخلتي للمغرب؟ شنو الخلفيات ديال الفيديو؟ اسئله مستفزه لينا حنايا المغاربه، ماشي لي هويا، لدرجه بانه هو داك الفلسطيني هو تطرق لبعض الجوانب، طرق اليوم اللي كنا حنا باغيين نعرفوهم. السيد قال كل شيء من غير الاعتذار اللي ما اعتذرش، وقال لك انا ما غاديش نعتذر. والصحفي المغربي كيعاونو كيقول لي اللي غلط هو اللي كيعتذر. السيد كيشوف راسو بانه ما غلطش في حق المغرب اللي هو البلد المستضيف، ما غلطش في حق المغاربه اللي ساعدوه ودعموه، اللي هو كيقول بانه ولد عائله راقيه فلسطينيه وعائله غنيه فلسطينيه. جيتي للمغرب كل ما الدعم ديال المغاربه وفتحتي مطعم مغربي، مطعم اكلات فلسطينيه، وكل ما الدعم ديال المغاربه ومشاو كلاو هذوك الاكلات الفلسطينيه، انت كنتي غادي تصور طرف ديال الخبز. مع العلم بانه المغاربه يعني هذوك المطاعم المشرقيه ما كينجحوش في المغرب، قله القليله ما كينجحوش. المغاربه متشبتين بالاكل ديالهم فقط. فكل ما دعموك لانك لسبب واحد ماشي لشخصك، دعموك المغاربه لانك فلسطيني فقط. والسيد مازال كيخرج في عيني، وخرج في هذه القناه ديال الحدث، وخرج وعاود تاني سب جميع الناس اللي كانوا ضده وما يعني بهذا المعنى. يعني هو راه رجع تاني سب المغاربه كاملين. علاش؟ لانه سب جميع اصحاب القنوات، لا في الانستغرام لا في الفيسبوك لا في تويتر لا في تيك توك لا في اليوتيوب، وسماهم الفاسقات والفاسقين، ويعني نأتنا حنايا بالفسق، يعني حنايا فاسقين، وسماهم على وجوههم. هو بحث علينا وعرفنا حنا شكون، والتاريخ ديالنا الاسود والتاريخ ديالنا يعني حنا كنا فضيح، وحنا هو عارفنا منين جايين، حنا ولاد الحرام. يعني بهذا المعنى هو اللي كان شوي كان شوي كان غادي يقولها. السيد خرج قال كل شيء ودافع على راسو بشراسه، ودافع على بنته، والاعتذار ما اعتذرش. كيقول لك انا ما غلطتش. نتوما يا خديتو فيديو في 4-5 ديال الدقائق، خديتوه من لايف ديال 2 سوايع. انا ملي كندير لايف صافي كنمسحو. علاش مسحي من اليوتيوب؟ مع علاش مسحتي هذاك اللايف بالضبط؟ مع العلم بان دخلت القناه ديالو مئات ديال اللايفات كاينين. لا انا مسحته لانه ما كاينش اللي كيدخل كيعاود كيشوف اللايف. وهذه علاش مسحتي داك اللايف بالضبط اللي اسأت فيه
انت وابنتك الى المغرب والمغاربه، وانت ماشي اول مره، راه كاينين عنده بزاف ديال الفيديوهات منتشرين في السوشيال ميديا كتسيء للمغرب. كاين واحد الفيديو انا شفتو في التيك توك والله شاهد عليا، وإلا بغيتوني ننزلو لكم، داخل شي قصر من القصور التراثيه يعني القديمه اثريه، وكيداخل هو وولدو هنايا فين كانوا كياكلوا الفواكه والعنب والرمان، وهنا فين كانت الجاريات البان. اش هاد قله الاداب، واش هاد قله الترابي، وانتم يا داك ما 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 بقيت عارفه ما نقول. يعني هاد السيد تخطى جميع الخطوط الحمراء، تخطاهم ومازال كيخرج وكيخرج في عينيه. هذا الاب راس الحربه. الابن ديالو قال لك المغاربه ماشي هما اللي داروا هاد الحملات، لا، هاد الحملات اللي دارت وهاد الناس اللي خرجوا دواو هما مدفوعين. يعني وبمعنى اخر يعني بحال حنا قابطين شادين الفلوس حنا اللي خارجين، والذباب الالكتروني الصهيوني الاسرائيلي هو السبب، والسيد كيحزق وما عرفتش اشنو باغي يدير باش يخرج راسو من هذه المشكله باي وسيله. الاعتذار عادي، واخا المغاربه ما غاديش يسمحوا، ولكن الاعتذار من شي من الكبار. السلام عليكم، انا غلطت، انا كنت معصب، الحماس خداني واحد شويه، قلت شي حوايج ما خاصهمش يتقالوا لسبب بسيط، لاننا مشروكين الدم بيناتنا. ولدك راه مغربي، وكيف قلتي انت انا على هذا الاب الكبير ولدو مغربي اللي والدو مع الزوجه الثانيه ديالو المغربيه، وكيقول هو كيقول لك ولدي ما كيقبلش شي واحد يقول لي فلسطيني، كيقول لهم انا مغربي. يعني تشركنا الدم بيناتنا، ومازال كتخرج كتطردك في عينيك وكتقول انا ما غلطتش. والولد ديالو ردنا حنا كاع هاد الناس اللي تكلموا على هاد القضيه ديالهم ولا هاد قله الادب ديالهم والبساله ديالهم، ردونا حنايا ذباب الكتروني اسرائيلي، وردونا وخرج عايروا اليهود المغاربه. قال لك هذا من فعل المطبئين للمغاربه اليهود. هادوك ما سميتهمش يهود، هادوك سميتهم مغاربه، هذيك الارض ديالهم مغاربه، لا مسيحيين ولا يهود ولا مسلمين، كلنا مغاربه، كلنا مغاربه. كتهز لنا النفس على بلادنا، كيف اليهودي كيف المسلم كيف المسيحي، مغاربه. ما كيتسماوش الصهاينه وما كيتسماوش ذباب الكتروني، كيتسماو هذوك مغاربه. عندهم الحق في الوطن وعندهم حق في الدفاع عن الوطن ديالهم. حنا هاد اليهود المغاربه اللي عشنا معاهم وعاشوا معنا عمرنا ما شفنا منهم هاد الشيء اللي هما بنادم كيسمع كلمه اليهود كيتخيل ليه شي حوايج في المخيله ديالو غير مخايب. حنا اليهود عمرنا ما شفنا منهم شي حاجه خايبه. كاين اللي ما كتعرفوش انت اصلا راه يهودي، كيسلم عليك السلام عليكم، كيقول لك دعي معاك، يقول لك بارك الله فيك، كتقول دعي معايا يقول لك امين بارك الله فيك. ما كتعرفيش انت واش يهودي ولا مسلم ولا ملحد. والله العظيم الى يعني يمكن كنهضر بحراره وكنهضر بعصبيه، وسمحوا لي بزاف لانني يلاه اتفرج في الفيديو ديالهم. يعني ما والله ما بحثت ولا قلب، طلع لي الفيديو غير بوحدو طلع لي، وتكلم على واحد الفيديو ديالي اللي انا قلت لسوء حظي ما سبش الجزائر والجزائريين علاش المغاربه دايرين على هاد الحملات. فكيقول وحده سماهم على وجوههم وما تقدرش حتى تشوف ليها في وجهها وشي حاجه من هذا القبيل، دخلات ودارت العنوان الفلسطينيه سب المغرب ودخلت العلاقه مع الجزائر، وانا الجزائري اش بيني وبينهم؟ ما بينك وبينهم والو، وما تقدرش تعايرهم لانهم ياكلوك، الجزائريين ياكلوك. عندنا هنايا المغاربه عندنا مشكل مع المشارقه، عندنا مشكل ومشكل عويص.
كاينين الناس ما نامنش، كاينين الناس شادين تيقارم عايشين في المغرب اعوام وسنين وهما مقيمين عندنا في المغرب، ما كتسمعش منهم كلمه العيب. جزائريين اللي كاع شوف هذا الخلاف اللي كاين بيناتنا بين المغرب والجزائر، عمرني انا ما شفت شي جزائري جا زار المغرب ومشى رجع للجزائر وبرك كيسب فينا. انا هذه عمرني ما شفتها. وانت عايش في المغرب انت وولادك وبنتك وعايشين في المغرب وكتخرجوا وكتسبوا المغرب، وباش تخرج اعتذار اخوتي راني غلطت الله يسامح سالينا. كاين اللي بنادم غادي يسمح وكاين اللي لا، المهم القضيه غادي تنسى، ولكن انت مازال زايد فيه ومازال كتخرج في عينيك. وهذا الشيء كلشي دارتو لينا قنوات العار ديالنا، قنوات الصرف الصحي اللي فين ما كانت شي قناه الكترونيه عندهم شي ميكرو شي تليفون مليح خارجين، فين ما كان شي مشرقي يمشيو يسولوا علاش جيتي للمغرب، شنو الدافع اللي خلاك تستقر في المغرب، شنو الحاجه اللي عجبتك في المغرب، كي جاوك المغاربه مضيافين، كي جاتك هادي، كي جاتك الطرقان ديالنا، شنو اللي حسن المغرب ولا بلادك. هادشي كلشي سرنا، ما دايرينش قيمه لراسنا. اللي جا لعندنا كنهزوه فوق العماريه. مولاي السلطان خاصنا غير واحد شويه وندورو بيه ونغنيو العريس ضوي بشماء البلدي لا جاك الزين ضوي بتريسينتي. هادشي اللي خاصنا نهزو ونبركو نغنيو. والعماريه والفنانه اللي جات عندنا هازينا فوق العماريه ودايرين لها النقافه ودايرين لها الحنه والدقيقيه والطباله والغياطه وكارين وطيل على قدو بنقافات وبالطريطور ديالو عرس والقنوات يصوروا ويفيلميو وهي تلقاها مجوجه 88,000 مره و500,000 مره مجوجه عرفي و80 مره مجوجه زواج حقيقي. كيجيبوها عندنا بحال هي الله عروسه، تقدر تكون يلا مطلقه غير البارح. كيجيبوها حنا عندنا ديك الاماريه طاحت على والديها الدل. المغاربه طيحوا عليها الدل هذيك الاماريه ولا من هبه ودب كيطلعوا فوقها تا ولا اللي يسوى واللي ما يسواش، اللي يسوى واللي ما يسواش كيخرج كيعايرنا وزايد مكمله كيخرج عيني كيقول لك واه راه المخزن كيشوف فيا، المخزن راه كيشوف فيا. لا ما المخزن ما كيشوفش، ها هو يا دارتها للسلطات زعما راه انا سبيت وعايرت واش طرا، ما طرا والو عادي. صحاب القنوات الصغار هما اللي تكلموا عليا والتافهين وبدون محتوى. وانت شنو هو المحتوى ديالك؟ روتيني اليومي، كيدير روتيني اليومي مع مرتو ومع اولادو. حنا قال لك خرج سبوني في الشرف ديالي، ما كاينش اخويا اللي سبك في الشرف ديالك وما كاينش اللي طعنك في الشرف ديالك. حنا تكلمنا على مرتك المغربيه اللي بركت كتسب في ولاد بلادها، هذه احنا اللي تكلمنا عليها واللي ضرتنا في خاطرنا. سكتي راجلك براني داير مشكله مع اولاد بلادك، زمي ما تنطقيش، ما تدويش. راجلك لالا راه عاير باك وخوك وخالك وعمك وولاد بلادك، جمعنا كلنا في قفه وحده وسله وحده. انت اللي خارجه مرتو اللي هي مغربيه يا حسره. راجلك دار غلط نسكت عارفه انت ولاد بلادك ما غاديش يسكتوا. تعال اخويا راك هدرتي ونحاول نلطف الجو، خرج اعتذار ولا حاول تنسي، ما تبقاش تتبان تغبر. حسن من السوشيال ميديا غبر، ماشي تخرج دير فيديو ومازال كتخرج في عينيك. انا ما غلطتش، وهادو اللي خرجوا عليا سماهم على وجوههم وقال لك غادي يدعينا ومشى عند محامي، وهذا الشيء لما وقفش عند الحد ديالو غادي يضطر بانه يتطرق للمساطر القانونيه وغادي يدعينا واحد بواحد. يا خويا البلاد بلاد باك، يا خويا دعينا عندك الحق. ملي المغاربه ولاو الا دواو على بلادهم وضربتهم النفس على بلادهم
يمشيو يوقفوا في المحكمه. يا خويا دائنا عندك الحق وعندك جوج. جداك واقيلا كانت معانا ملي شفنا كانوا والدينا كيشوفوا محمد الخامس في القمر، كانت جداتك كانت في المغرب هذيك الساعه، وجدك اللي لحد الساعه باقيين كتعايروا عليها من عند الجزائريين. والله ما كنت ناويه ندير عليه فيديو، انا كنت ناويه اليوم ندير فيديو على حفيظ الدراجي، هذا غير جا في الطريق. لا واللي دواو عليا كلهم باينين سماهم على وجوههم وكيتسناو مني نتعاطى معاهم، ولكن انا ما غاديش نعطيهم الفرصه. هما كلهم باغيين يركبوا على الموجه. يا خويا نركبوا على الموجه، اييه تخرج تسب خويا المغرب والمغاربه خويا وما نركبوش على الموجه. ترى حنا الموجه نقلبوا والديها، نقلبوها ماشي نركبوا فوقها. لا وغادي يدعينا. وحالف على واحد المصري ما عرفت شكون هو، واش عماد فواز ولا والله ما عرفت شكون، قال لك مصري عنده القناه ديالو صغيره ما عرفتش فين، قال لك هذاك غادي يدعيه. ما عرفتش شكون هو هذا المصري اللي الله قال لك ضرباتو النفس على المغاربه. انا بيني وبين المغاربه وانت مالك؟ ايه علاش اخويا تعدك الحق دير لاباس وتشهر وهو مسكين يلا طالع بادي. هذا المصري ما يتشهرش حتى هو يتشهر ويتعرف ويتنفخ ويربي الريش ويخرج هو يعاود لينا الترابي من جديد. وغادا انتم السابقون ونحن اللاحقون. وغادا ايوا الله يجعل طعامنا يبرك لي في الركاب. هادشي اللي غنقول لكم، سمحوا لي وتهلاو. لو الحملات خاصها تبقى على هذا الفلسطيني حتى يخرج يعتذر ويقول انا راني غلطت في حق المغرب والمغاربه، ولا يمشي يزيد لبلادو الفلسطين المتطوره المتقدمه على المغرب. تهلاو.